ازاي الطلاق يكون مفيد. لو عايز تعرف ازاي تابع معايا للاخر. معقولة يا دكتورة هو ممكن الطلاق يبقى مفيد؟ هو اكيد الطلاق مش في كل حالاته مفيد. اكيد طبعا الطلاق له تأثير سلبي على الزوجين، على الاطفال، ومش طبيعي ان احنا نقول انه هدم اسرة هو شيء مفيد. مش طبيعي ان احنا نقول انه بيت مستقر فيه اولاد وفيه زوجين متفاهمين وفيه الدنيا حلوة قوي وجميلة وبعدين فجأة اتطلقوا، فالدنيا هتبقى فيها استقرار او هيبقى فيها شيء كويس. اكيد طبعا مش بنتكلم عن ده خالص، علشان احنا لما بنسمع سيرة الطلاق بنخاف، بنترعب، ويبقى عندنا تصور معين خيالي كده ان البيت اصلا مستقر وان البيت جميل وان الدنيا حلوة وان الاولاد كويسين، فلما هيحصل الطلاق اللي هو البعبع ده فالبيت بقى هينهار والولاد هينهاروا والزوجين هينهاروا. لا، احنا بنتكلم عن بيت او اسرة وصلوا لدرجة من المعاناة كبيرة جدا جدا جدا، وحاولوا كتير قوي ان هم يصلحوا الامور وان هم ما ينفصلوش وما عرفوش. ده اللي بنتكلم عليه. التصور بتاع الناس العادية لما بيجي يسمع ايه ده فلان طلق فلانة بيبقى متخيل ياه ده اكيد بقى الولاد كده ضايعين واكيد حصل وحصل وحصل. طب انت شفت بقى حل الولاد وهما الاتنين مع بعض وهما كل يوم بيتخانقوا؟ لو في زوج بيضرب زوجته قدام اولاده، لو في مشاكل كتيرة، لو الام عمالة بتشتكي كل شوية لاولادها ومحملاهم فوق طاقتهم، لو الام اللي بدأت يجيلها امراض بسبب الضغط النفسي اللي هي عايشاه فما بقتش عارفة تخدم عيالها اصلا وبقت عصبية عليهم طول الوقت وبقت بتضربهم، فوصلت لمرحلة من كتر الضغط النفسي هي خلاص واصلة لمرحلة ان هي مش قادرة ان هي حتى تخدمه من كتر الامراض اللي عندها. في ناس من كتر الضغط النفسي في العلاقة الزوجية بيجي لهم سكتة قلبية وبيموتوا. الرجالة بالذات بيبقى صابر وساكت وعمال يعدي ويفوت ويكبر دماغه، وانا هصبر عشان خاطر ولادي وانا هعمل عشان خاطر ولادي، ومفيش تفاهم ومفيش راحة، وفي الاخر من كتر ما هو بيضغط نفسه جامد يجيله فجأة سكتة قلبية ويموت. فامتى الطلاق يكون مفيد؟ لو انا بدأ الحياة الزوجية اللي انا فيها مسببالي نكد وألم وتعب بدأ يأثر عليا، على جسمي، على صحتي، على حياتي، على طريقتي في التعامل مع البشر حواليا، على طريقتي في التعامل مع أولادي. بقيت طول الوقت عصبية عليهم، بضربهم باستمرار، بطلع الضغط اللي بيجي عليا بسبب العلاقة ديت على أولادي، فأولادي بقوا بيكرهوني، بقوا بيكرهوا الوقت اللي هم موجودين فيه معايا في البيت. ساعتها فعلا الطلاق هيكون مفيد. فعلى قد ما فكرة إن بيت مستقر وبيسبب لأولاده النابعين من الزواج دوت بيسبب لهم سعادة، بيسبب لهم استقرار، الأب والأم متفاهمين، أكيد طبعا عمر ما الطلاق هيكون ليهم مفيد، استحالة يعني. لكن اتنين بيجوا على نفسهم، بيضغطوا على نفسهم، بيجوا على أولادهم. بس مش بتكلم في الدرجات اللي ممكن تتحل، في درجات من الخلافات ممكن تتحل، في درجات ممكن تتحل لو الطرفين على وعي كافي ان هم يتوجهوا لاخصائي علاج زواجي ويبدا يتكلم معاهم هما الاثنين. ليه؟ لان في حاجه اسمها عقليه الراجل وعقليه الست، او سيكولوجيه الراجل وسيكولوجيه الست، طريقه تفكير الراجل طريقه تفكير الست. بيبدا يفهمهم الست بتفكر ازاي، الراجل بيفكر ازاي، يقرب وجهات النظر، يفهمهم وجهات النظر ايه. لانه في بعض الاوقات ممكن يكون في بعض البيوت الست بتبقى ساكته تماما
ساكتة ساكتة ساكتة، وهي مثلا متضايقة عشان مثلا الراجل منسحب مش واخد باله كفاية من احتياجاتها. هو مش واخد باله، هو فاكرها عشان هي ساكتة، فاكر الأمور مستقرة، وبعدين فجأة يلاقيها انفجرت وتقول له أنا عايزة أتطلق. فده فعلا بيبقى بالنسبة له مبهم. طب ليه؟ احنا عمرنا ما حصل لنا مشاكل، ده احنا عمرنا ما كان في ما بيننا أي حاجة وحشة، ده احنا عمرنا طول عمرنا كويسين. لأن هي ساكتة ساكتة، لان هي مستنيه ان اللي قدامها يفهم هي عاوزه ايه من غير ما تتكلم. حصل وسمعت من الحالات اللي بتجيلي قصص شبه كده، انه فجاه بدون اي مقدمات بعد 8-9 سنين جواز الست انا عايزه انفصل ومش قادره ارجع تاني. ليه؟ عماله تصبر وتسكت تسكت 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 لحد ما خلاص تقفل تماما، قلبها يقفل وخلاص، وما تبقاش قادره ان هي تستحمل ومش قادره ان هي تكمل، توصل لمرحله انا مش قادره اكمل. فجأة بدون أي مقدمات تلاقيها مش قادرة تكمل في الحياة الزوجية وتطلب الطلاق. وساعتها فعلا بيبقى الراجل في العلاقة دي بيبقى مصدوم جدا، اللي هو أنا ما عملتش حاجة غلط، انت عمرك ما اشتكيتي مني. فبنقعد بقى مع بعض قبل ما نوصل للمرحلة دي بقى، طب ما احنا نقعد مع بعض الأول نفهم يعني ايه راجل، يعني ايه ست. طب الراجل ازاي بيفكر، ازاي الست بتفكر ازاي. الراجل مش كل حاجة في تصرفات الست بيفهمها، محتاج يفهم سكوتها أكتر من كلامها. والست نفس الكلام، محتاجة تفهم تصرفات الراجل وطريقة كلامه وتفكيره، وإن هو مختلف عنها، وإن هو مش بياخد باله من التفاصيل زي ما هي بتاخد بالها من التفاصيل. في حاجات كتيرة قوي بيقولها ممكن ميبقاش واخد باله منها ومش قصدها تماما، على عكس الست بتبقى قصده كل كلمة، وممكن الراجل ما يبقاش واخد باله، تبقى بتديله تحذيرات وتنبيهات وعماله من وقت للتاني بتحاول توصل له المعلومه، بس هو برضه مش مستوعب لانه عايز الكلام بوضوح جدا. فبنبقى عاوزين ندي جلسات علاج زواجي نفهم فيها ده، بس امتى؟ ما نستناش بقى للاخر خالص، ما نستناش لما نوصل للجفاف العاطفي والخرس الزواجي ونوصل لمرحله لا عوده. اللا عوده دي ان الست بتوصل لقناعه قوية جدا 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 ان الراجل اللي قدامها ما بيحبهاش، بتبقى عندها شعور بالرفض واصل لها انت رافضني، انا بالنسبة لك زي اي واحدة، بالنسبة لك زي الكرسي اللي في البيت، زي المكتبة، زي اي حاجة في البيت، بالنسبة لك وسيلة ان انت تاكل وتشرب وتنام بس. فهي بتفضل ساكتة مستنية القناعة دي تتغير، فبتلاقيه هو مكمل عادي، بيروح شغله، بيرجع من الشغل، بياكل، بينام، وماشي، وهكذا هكذا هكذا. فهو انا بالنسبة لك مجرد وسيلة. لما بتوصل للقناعة دي بتتأكد ان هو ما بيحبهاش، بتبقى مش قادرة تكمل في علاقة هي حاسة ان هي متشافة فيها ان هي مجرد شيء يمكن استبداله. في سيدات ما بتقدرش تستحمل الشعور ده، ما بتقدرش، ولما بتبدأ تنتفض وتبدأ ان هي تعترض وتبدأ ان هي تطلب طلاق بالفعل، فيبدأ الراجل يفوق ويبدأ يدور وكذا وكذا وكذا. ساعتها لو حصل إصلاح وحصل رجوع وفهموا بعض ممكن يحصل رجوع، لأنه ساعتها هي هتحس فعلا ان هي ليها قيمة. اوقات ان الست تطلب الطلاق ده بيفوق الراجل، بيخليه يراجع حساباته تاني، بيخليه طب انا عملت ايه غلط، فيبدأ ان هو يعيد حساباته. لو هو في ما بينهم عشرة كويسة، في ما بينهم حياة فعلا كانت كويسة ومواقف فعلا كانت كويسة، لكن نيجي لمثال تاني، زوجين هم اصلا طول الوقت بينتقدوا بعض، بيتعاملوا مع بعض بإهانة، في طرف بيقلل من التاني، في طرف بيحقر من التاني، طول الوقت شد، ما حدش فيهم بيبلع للتاني، ما حدش فيهم بيعدي للتاني، طول الوقت مشاكل. فإذا لو في طرف فيهم قرر الطلاق والطرف التاني هو خلاص جاب اخره، هيبقى مقتنع جدا ان الطلاق يحصل، الا في بعض الحالات او معظم الحالات اللي فيها الراجل بيخاف من نظرة المجتمع عليه او الست بتخاف من نظرة المجتمع عليها، اللي هو يلا بينا نكمل مش مشكلة، نكمل على اي وضع بس ما يبقاش في حاجة اسمها طلاق اصلا. لانه انا نظرة المجتمع عليا كمطلقة او نظرة المجتمع عليا كراجل مطلق معناه ان انا فاشل، فانا خايف انه يتقال عليا فاشل، فانا اعيش في حياة تعيسة احسن ما يتقال عليا ان انا فشلت. حلو، فتكمل في الحياة التعيسة، فيبدأ يجيلك امراض بقى سواء نفسية او عضوية، وبعدين تتطور هذه الامراض اللي ممكن توصل
لحاجات وحشه جدا، من ضمنها سرطانات ومن ضمنها سكتات قلبيه، غير السكر والضغط وكل الحاجات دي. فساعتها بتبقى ايه؟ عشان ترضي المجتمع وصلت نفسك لسكه المرض والتعب والاذى. طيب ولادك كده بقوا مبسوطين وسعداء؟ حياتك كده بقت جميله؟ اكيد لا. طيب امتى الطلاق يكون مفيد؟ لو تم ما بين اتنين هم عندهم وعي كافي وعندهم ادراك كافي انه لو انا بقيت اب جيد لاولادي وام جيده لاولادي ووصلنا لهم الفكره دي، انا كأب مسؤول عنك، انا كأم مسؤولة عنك وعنك، ولكن احنا كزوجين مش متفقين، ولكن كأب وأم مسؤولين عنكم متفقين، واحنا هنبقى منفصلين في المكان، ولكن احنا هنبقى معاكم طول الوقت. هتبقى انت عندي شوية وعند ماما شوية، تمام، ولكن انا حتى في الوقت انت بعيد عني فيه هبقى بكلمك، هبقى بديلك الاحتياج النفسي اللي انت عايزه. الولد ساعتها ايه اللي هيخليه ينهار نفسيا؟ ايه اللي هيخليه يتعب ما دام اخذ الحب اللي هو محتاجه؟ احنا محتاجين الحب، محتاجين التقبل. هل الطلاق بشكل عنيف وفي ان الاب والام وصلوا لمرحله ان هم بقوا بيعاندوا بعض بالاولاد، وانا هعاقبك بالاولاد وانا هعاقبك بالاولاد، ياثر على الاولاد؟ طبعا ياثر عليهم، يدمرهم طبعا نفسيا اكيد. لو تم استخدام الاولاد من الناس الغير واعيه اللي ما عندهمش اي ضمير بان هم يكونوا ورقه ضغط، انا هضغط عليكي بالولاد عشان ترجعي لي، يا اما تندمي ان انت سبتيني، او هضغط عليك بالاولاد عشان ترجع لي او تندم ان انت سبتني. طبعا الاولاد ساعتها بيتاثروا لان هم انتوا الاثنين في الاول كنتوا غير اسوياء، انتوا الاثنين في الاول وانتوا كنتوا موجودين تحت سقف بيت واحد، كانوا ولادكم برضو مش عارفين يعني ايه اب وام. لان الاب والام اللي بيوصل لمرحله ان هو بيستخدم اولاده كورقه ضغط انه يضغط بيها على الطرف التاني، انت اصلا عمر ما اولادك لو انتوا حتى فضلتوا متجوزين عمر ما كان هيحس ان انت اب، عمر ما كان هيحس ان انت ام، لان انت بتحبيه حب مشروط، بتستخدميه وسيله ضغط. زي كده الستات اللي تقولك ايه، انا هجيب ولد عشان اربط الراجل بيا. الولد اصبح وسيله عشان تربطي جوزك بيكي، مش عشان خاطر ان انا ابقى بستمتع بحياتي مع جوزي وان انا اعيش معاه حياه حلوه. لا، استخدام الاولاد باي شكل من الاشكال ان هم يكونوا وسيله لاي شيء غرض لينا، ده معناه ان انت لا تصلح اب، وان انت لا تصلحي ام، وان انت فكرتك ان انا لو انا اتطلقت فالبيت هيتخرب فولادي هيضيعوا، انت مضيعهم من الاول، مضيعهم من زمان قوي، مضيعهم وانت عايش معاهم تحت سقف واحد. فالفكره انت كشخص وانت كبني ادمه عندكم اصلا الضمير والوعي الكافي انكم تحافظوا على نفسيات ولادكم، سواء في حاله ان انتم متجوزين او متطلقين او لا. عندك وعي كافي بشريك حياتك اللي هو في نفس الوقت اب او لا، عندك وعي كافي بشريك حياتك اللي هو في نفس الوقت اب لاولادك، ان انت وانت مكمله معاه في حياه كئيبه انت هتجيبي له المرض ومش هيبقى عارف بعد كده يصرف على الاولاد ولا يصرف على المرض ده. هل انت كشريك حياه لزوجتك وام اولادك فكرت ان هي لو انت اتعاملت معاها بشكل وحش وجبت لها المرض انت بعد كده بتأذي اولادك؟ خلاص وصلتوا لمرحله ان انتوا مش قادرين تعيشوا مع بعض. ليه نجبر بعض ان احنا نعيش في حياه كل واحد فيها بيأذي التاني، بحيث ان احنا نوصل لمرحله نخسر صحتنا ونخسر فلوسنا، وبعد كده ولادنا ما استفادوش اي حاجه غير ان هم شايفين اب مبوس طول الوقت، ام مش طايقه نفسها طول الوقت مش طايقين عيالكم وبتعاملوهم بمنتهى القسوه. وبعدين لا، احنا الطلاق ده خراب بيوت، انا لو اتطلقت عيالي هيضيعوا. ما انت مضيعهم من دلوقتي، يا تقعدوا مع بعض من دلوقتي من قبل طلاق اصلا تتفقوا فيها ازاي ما تضغطوش بعض وازاي تبقوا كويسين مع بعض، يا تتجهوا لعلاج زواجي ان انتوا تبقوا كويسين مع بعض، يا اما لو انتوا خلاص مفيش ما بينكم مودة ولا رحمة، ربنا خلاص مش رايد انها تكون موجودة، مفيش حب او تقبل موجود، يبقى
فتسريح بإحسان. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ده وعد من عند ربنا. الدنيا مش هتقف. لو وصلتوا لمرحلة إن هو خلاص أفضل حل هو الطلاق، فوعد ربنا إن هو كل واحد فيكم هيوسع عليه من وسع. مش مفيش ضيق، ما دام ربنا موجود مفيش ضيق، مفيش ضياع. لكن ما دام عملنا كل حاجة من غير ما نظلم فيها التاني، من غير ما نظلم فيها أولادنا، يبقى ليه ربنا هيضيق علينا؟ أي ضيق بيحصل لنا هو بيحصل لنا نتيجة إحنا اللي بنضايق على نفسنا، إحنا اللي بنضايق على نفسنا، إحنا اللي بنجلب الأذى لنفسنا، إحنا اللي بنضغط على نفسنا إن إحنا نعيش في حاجات صعبة نفسيا علينا علشان خاطر نرضي الناس اللي حوالينا، علشان شكلنا قدام الناس، عشان ما يتقالش علينا فاشلين. وفي الآخر إحنا اللي بندفع الثمن، وولادنا برضو هيدفعوا الثمن. وفي الآخر مبروك، انتوا ما طلقتوش، بيتكم قدام الناس مبني، لكن كل واحد فيكم بقى مدمر نفسيا ومدمر جسديا، وعياله علاقتهم بيكوا وعلاقتهم ببعض وحشة جدا، لأنه انتوا مش قادرين تديلهم المشاعر، ما عندكوش الطاقة اللي تديلهم بيها الحب اللي هم محتاجينه. خلاص وصلتوا لنفس النتيجة اللي انتوا كنتوا متصورين ان انتوا هتوصلوها لو اتطلقتوا او انفصلتوا بعقل وبحكمة. وفي النهاية عاوز اقولك ان ممكن الطلاق يكون مفيد لو بجد فكرت كويس قد ايه الاستمرار في جوازة متعبة ومرهقة نفسيا تمنه أكتر بكتير